عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. شنو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا في خير ونعمه يا ربي. عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير يا ربي، وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه يا رب. بديت لكم فيديو اليوم تاعي بفطور الصباح تاعي بقهوتي حسيلو. شتيت هكا خبز قهوه وليت حضرتها في الليل باش الصباح نفطر بها، اللي هو فيديو اليوم نهار العيد. معناها بالنسبة للفطور هذا تابع نهار العيد. فقت 5 فطرت حسيلو، 5 تاع الصباح فطرت الكل باش من بعد ننطلقوا في الأشغال. حسيلو بالنسبة للفيديو متاعنا باش يجي على نهارين، يعني نهار لقطت فيها أي نهار العيد ومن بعد مشيت لدارنا وحضرت فيهم قضيتي. اي فوالا لهنا هذا فطور الصباح نتاعي كيما نقولكم نهار 5 متاع الصباح يظهر لي مع هيك التكبيرات وكل محلاهم حسيل ومحلاها اجواء ومحلاها عيد. ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير يا ربي والصحه والعافيه. ولهنا جيت باش نكمل معكم بقيه الفيديو بعد ما روحت لدارنا. صورتش معكم في دارنا خاطر صار كل شيء بزربه، يعني بريسك ذبحنا 6:30 هكاك. بعد الصلاة بالضبط، يعني الحق معناها ما تفضيتش باش اني نصور ولا نعمل كل شيء في ساعه كل شيء. ما جت 8:30 يظهر لي كان ديجا كملنا كل شيء حسيلو. ولهنا ثاني عيد جيت لدارنا، صورت معكم هكا شويه اجواء شويه لقطات حسيلو من نهارنا كيفاش تعدى. لهنا هي عشويه، يعني في العشيه عملنا هكا قعايده مشوي وسلايت وكل خير بصراحه. برشا من الصباح هكا. هاو بابا متكفل بمهمة الشويين، دونك هاو انه قصهم وبعد يشوي فيهم. حسيلو كل واحد يعمل في حاجة. بالنسبة لي متكفلة بالتصوير. كهو اني نعمل فيه معاكم هكا شوية لقطات. حبيت نهبط فيديو هكا في العيد نشارك معاكم ونعيد عليكم كما ريتو. وبحكم ما فماش خبز اي مثل العيد، دونك عملنا كعبات ملاوي باش ناكلوا بها السلطه اللي هي ديجا حاضره. السلطه يعني مش بيناهاش نهارتها شوها مش قبل الكل. حاسيلو هذه الملاوي متاعنا حاضره. ولهنا جينا باش نحضر هيك الطاوله. اول حاجه خذيت هيك الطبقات اللي باش نحطوا فيهم بلاوات، يعني الكل اللي باش نحطوا فيهم المشوي. وهذا صحين الدلاع شوفوا محلاه ما شاء الله. لونه هكا بركه يشهي. وهذيك سليطه حاضره وجوها باهي. المهم نوعنا وشكلنا في هيك طويله وما شاء الله تعدينا عشاء ديجا تعشيناه، معناها هذا عشاء يتسمى. ومحلاها لما وقت تلم مع داركم واهلك وحبيبك وكالجو هكا كل واحد يجيب في حاجه كل واحد يقضي في حاجه تحس هكا فما جو محلاه. شوفوا كعبات الملاوي ما شاء الله حسيلو هكا طريين ومحليهم بصراحة خير بألف مرة من الخبز ولا من أي حاجة أخرى. وهنا حضر المشوي دونك حطيناه في صحن زيناه بشوية معدنوس هكا رشة معدنوس وطرونش تاع القارص حطينا في الطاولة وحضرنا بريسك كل شيء باش نقعدوا نفطروا ولا نتعشوا. نتعشوا هكا والحمد لله يا ربي، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. وان شاء الله عيدكم مبروك مرة اخرى وينعاد عليكم يا ربي بالصحة والخير، وان شاء الله تكونوا الناس كلها عيدتوا، وان شاء الله تكونوا شختوا في المشوي، شختوا بالدوارة وشختوا بالدنيا الكل حسيلو. وسرتو شختوا بلمة العيلة بالحق محلاها لما والله. بالنسبة لنا كسوا في داري وإلا في دارنا تلمينا في دارنا في دار حماتي، يعني كل عيدنا تلمينا الناس الكل زاد محلاها لما. وفي دارنا كيف يعني تغيير جو. العيد هو عيد لما عيد فرحة عيد عيد البركة وكل. حسيلو كملت معكم الأجواء متاع الشوين وأجواء العشاء متاعنا. دونك هذا نمت غدوة يعني بيت في دارنا كل. وجبت معايا الدوارة متاعي باش ماما تعملي العصبان على اساس قلت لها تجيبها حذايا نلقاها باش تطول. وليت مشيت لها هزت لها هزيت كل شيء، هزيت دوارتي وهزيت كل شيء ومشيت نعمل في عصبان في دارنا. الحق عمري ما عملت العصبان يعني هكا حضرته وحدي وكل ما جراتش حتى مره وعملته مستنسه نعاون معناها نعاون في ماما نقدم معاها نقد نقولها اعمل لي هكا تعمل هكا ولا هي تقول لي اعمل. اما اني باش نعمل هكا وحدي الحق لا ما نجمش، ما جربتش مش حتى ما نجمش.
هكا هو بالنسبة ليا معناها بريسك هذا ثاني عيد نعيدو في داري وكل. دونك عملوا وقتها نفس نكون عندي شهر هكاك ولا اقل. بحذية ماما دونك قدتهولي حضرتهولي. السنة مشيت لها مشيت لها باش تقدهولي. اول هنا حسيلو قاعدين نقص في السلق المعدنوس، قاعده ننظف لها انا نفرز لها حسيلو وهي تقص. دونك عملنا على ربطين معدنوس ربطه سلك وقصتهم هكاك ماما بالباهي، ومن بعد باش نهز نغسلهم و... ونتعدوا بقية المراحل يعني وكل خاطر باش نوريكم معناها العصبان على طريقة ماماتي ربي يحفظها ربي يبارك في صحتها يا ربي. هكا هو هنا هزيت هكا الخضرة باش نمشي نغسلها، وغسلتها مرتين وثلاثة حسيلو من التراب وتنحت الكل. وخليت ماما اونتر طون قاعده تقص في اللحم هكا جويد باش تعملوا فصل عصبان كما تعرفوا. وحطينا زاده الريه وكالمصار نحسيلو يتصنطوا شويه في الماء قارص وهكا وشويه رمت يتصمتوا بالباهي، وباش من بعد نقصوهم ونحطوهم مع الخلوط. وزاده عندي هكا طروف اللحم وطروف كبده وكل حسيلو هكا شويه معناها كبده وشويه قلب وكلكلاوي والطروف اللحم قصتهم ماما هكا جيدين برشا معناها جويدين ياسر وباش نخلطوا بيهم معناها الكل. فوالا لهنا حسيلو كملت قصتهم وركحت لهم امورهم. حسيلو نهار بنهارنا نقولك سي بنهارنا يكون عجينه قايله كامله ونحنا غاطين في العصبة. بالحق شد لي على الاخر من بالك عملته وحدي يكون نبقى نهارين معناها كنا وماما قعدنا نهار فوالا لهنا سي حذرك المصارين والريه وكل هذوكم بعد ما تصمتوا كل عاده باش تقصهم. ولهنا باش تفصل لك الكرشه حسيت قلت لها هذه المهمه اللي ما نجمش نعملها، اللي نتفصل هكا الكرشه باش تعملها طرونشات يعني. مشكلتي هذه ما نعرفش نقصها بالباهي ما عنديش فكره الحق، هاني قاعده نتعلم مش مره اخرى ان شاء الله هكا نعمل على روحي ونعمل وحدي العصبة. بالحق راني من النوع اللي نموت على حاجه اسمها عصبة نكذبش عليكم نحبوا على الاخر والشيخ علي زاده كاو. كتشوفوا فيها حسيلو كيفاش تقص فيه موسع بالها هكا حاطك البلانش تحتها وهي تقص وتفصل ولا نتفرج وصلي على النبي حتى بالحق ما نعرفش الحاجه دي كلها ما نعرفهاش حتى قبل معناها قبل ما نعرس وكل نلقاها ديجا ماما حاضره مثلا نبدا نحضرها في الخضره ولا نحضرها في حاجه اخرى وهي تخدم وهي تركحهم هذا معناها النهار هكا ركزت كيفاش تقص بالحق ما ركزتش حتى مره هكا هو. ها هي فرصه باش اني نتعلم ونشوف. هاو قاعد تقولي نعملهم صغار ولا كبار؟ قلت نعملهم صغار نحن ديجا مانيش برشا كان وراجلي وكاو معناها انا كعبة صغار كان جانا حد اخر هاوينو نزيدو واحدة اخرى ديجا هما راه مش يشدونا برشا سلام ربي تو نطيبهم في ساعة في ساعة خاطر نحس الحاجة اللي تبقى برشا في الفريغو راهي تفقد بنتها وتفقد منافعها الكل يعني. نحاول الماكس نطيبهم بكري يعني نهار الحم نهار العصبان. وخذيت قبل العيد خذيت الدجاجة وقسمتها وخملتها خاطر ساعات الواحد يكره اللحم كذا يبدا ديما دونك قصي خذيت الدجاجة على ميتي هكا نطيبش بها حاجة وكهو. وهذيك بقية الكرشة كملت تقص فيها او انه اللي ما يعرفش يجي يتعلم. بالنسبة لفما برشا يعملوا طريقة يولدوا الكرشة يقولوا حق احنا ما نعرفهاش حتى قلت لها ماما يا اخي تعرفهاش هذه قالت لي ما نعرفهاش. يولدوا الكرشة برشا سمعت في برشا فيديوهات يحكوا عليها نحنا نعملوا هكا معناها نقصوها وبعد نخيطوها ونحشوها من داخل هكا. ولهنا حسيت جت ماما باش تخيطك خيطت صورتك مش شويه كيفاش تخيط ومن بعد مشيت نخيط معاها يعني ما كملتش نصور كاو. حسيت على جنبات الكل خيطتها وخلت خيلت بلاصه معناها ندخل الحشو ومن بعد كي تحشيها تسكر وكهو. هذه هي طريقتنا في العصبان ان شاء الله تعجبكم معناها هذه طريقتنا في تحضيرة العصبان سيرتو الكرشه كيفاش نعملوها. ولهنا بعد هاك تشوفوا طرونشة اللحم والريه والمصارن وكل هذوكم قصينا معهم حكايه 4 عروس بصل معناها بزيد بصل ما نقولوا 4 عروس بصل
وحضرت الفحات متاعي الكل. بالنسبه لينا نفوحوا بكل شيء. فما ناس ما يعملوش ثوم، ما يعملوش طماطم، نحنا نعمل الحق. ما عملتش كونتيتي كبيره يعني، عملت مغرفه طماطم معهم مغرفه ثوم، وعملت مغرفتين كركم تابل هكا نعناع يفوح على الاخر، وفلفل اكحل وهريسه عربي وهروس زاده. ومن بعد صبت عليهم الزيت كيما ريتو، ومن بعد في بالي ضفنا لهم شويه حبق، نلقوا شويه حبق ولينا زدنا لهم شويه كهو. وهذه التشيشه اللي باش نعملوها تشيشه القمح. دارنا عاملو بالبرغل، وانا البرغل الحق ما نحبش ما حبيتوش، دونك عملت بتشيشه القمح هكا. هاو هنا جيت خلطتهم بالباهي يقولوا لي خلط اعجن، احسب روحك تعجن باش يدخل كل شيء في بعضه. كاو كيما قلت لكم راني قاعده نتعلم، وهذه يمكن الفيديو تنستحقه مره اخرى معناها لي باش نستحقه مره اخرى، مع انه هذا كله سهل. جست شنو قصان الكرشه والتخييط هذاك هو اللي ما نعرفوش بالحق. اما انا قاعدين نتعلموا، وان شاء الله تستفيدوا ولو بقليل من هذا الفيديو. ان شاء الله كنت طليت عليكم في الخير، ان شاء الله تكون فدتكم ولو بقليل، ووريت لكم طريقتنا في العصبان، خاطر ما شاء الله كل حد وطريقته. ثم ناس كما قلت لكم ما يعملوش طماطم، ما يعملوش ثوم، نحنا نعملو. فما ناس يولدوا الكرشه ولا شي يقولوا نحنا ما نعملوش هكاكا. كاو كل حد وطريقته، كل حد وش يعمل. لهنا كل مره نحسوها ناقصه حاجه نولو نزيدو، حاسيها ناقص شويه زيت زدنا شويه زيت، ناقصه شويه تشيشه عملنا شويه اخرين. ومن بعد باش نصبوا فيها الخضره ونبقى نخلط هكا بالباهي كهو. هذه هي العصبان نتاعنا. الاخر طيبنا فيها كسي بالعصبان، نمدكم ونشاهيكم. ما كملتش صورت خاطر تليفوني تاع شارج، وطيبت اختي ديجا. اما ما شاء الله جاي بنين على الاخر. نودكم ان شاء الله ومشاهيكم. ان شاء الله تعجبكم الطريقه. ونتصور لي فما برشا عملوا العصبان نتاعهم، وبرشا اخرين مازالوا ما عملوش. يعني فما شكون يقول لك نخليه نعملوا بعد بمده كي يوفى لي اللحم ولا كي ينقص عليا اللحم نعمل العصبان، معناها بيجيني فريش. فما شكون نحنا نعملوه الحق من نهار الاول ونهار الثاني ونخبوه ونستحقوا نجبروا كل حد وشنو يحب يعمل. وهناكم تشوفوا حسير ونخلط. ماما تحط لي في الحشيش اللي قصيناه بكري، وانا قاعده نخلط فيه. يعلموا فيه حتى في التخليط شوف زيد الماء زيد دقيق، وانا نخلطو نزيدو حاجه نقولوا زيد هكا. وراهي حاجات كيف من هكا زاده تعتمد ياسر على عينك ميزانك يعني بالحق. معناها مش تنجم نقول لك اعمل هكا بالضبط، اعمل هكا بالضبط، اعمل هكا بالضبط، وانت باش تعمل كيفي وباش تجيبها كيفي. لا، حاسه فيها هكا عينك ميزانك، لازم انت تعرف تزيد تنقص حاجتك. مثال كان عملت برغل ولا ثم اللي يعمل الرز. نحن ثم برشا كل حدش يعمل. نعملت قلت لكم بتشيشه وكا. ولهنا هاو شوفوهم حسيلو باش نحشي كعبة الكرشه. ماما من شيره وانا من شيره. شوفوا ديريكت بعد ما كنت نعجن ديريكت عديت نعمل في الكرشه. ماما منظمه اكثر مني له بالنسبه لي نتعلم بالحق يعني، وكل واحد يتعلم شنو المشكل. ماما منظمه اكثر وكعبتها خير ما يكحو. كاهو هي سنوات ربي يعني تعمل في العصبان باش نجينا في عام نعمل كيفها مثلا هكا. هاو حبيباتي، ان شاء الله تكونوا وصلتوا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله ينال استحسانكم. واذا عجبكم الفيديو تاعي اليوم ما تنسوش باش تعملوا جيم وتعملوا لي كومنتير باش نشوف شكون يتابع فيا وشكون لا، شكون عجبو الفيديو وشكون لا. حسيلو ان شاء الله عيدكم مبروك مره اخرى، سنين دايمه، وجربوا هالطريقه ان شاء الله تعجبكم. ولهنا بريسك فيديو بتاعي قريب يوفى. حبيت نصور معكم العشاء كيفاش حضرنا الكسكسي والكل، اما الله غالب ما تليفوني حسيت تاع شارج وبقاش وقت هكا. ان شاء الله مره اخرى فرصه قادمه ان شاء الله نصور لكم العصبان كيفاش جاي من داخل والكل. وما تنسوش حبيباتي تصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باي باي، في الامان.